رجعنا تاني للتعادلات. لا ومش بس للتعادلات، ده احنا رجعنا تاني للعك الكروي اللي احنا كنا بنشوفه في الاول. بادئين الماتش بيتمشوا في الملعب وكانهم نازلين بيلعبوا ماتش ودي مش ماتش في الدوري، لحد ما دخل فينا جون. لا ويا ريت الجون اللي دخل فينا كمان ايه ده غلطه مش شناوي. انا مش فاهمه انت بتعمل ايه يا شناوي، انت بتعمل ايه؟ انت ما ينفعش تقعد شهرين على بعض كده ولا 3 شهور على بعض ثابت على مستواك، ولا واحد عنده ثقه في نفسه. كله النهارده مفيش ولا ما شفناش الاهلي اصلا ما جاش. لا واللي يغيظ ان اللي بيلعب في الملعب وحش والبديل كمان وحش. يا ريت حتى البديل بينزل يخلص، البديل كمان وحش. قفشه انت بتعمل ايه النهارده؟ انت بتعمل ايه بجد؟ الجون قدامك فاضي، الجون قدامك فاضي وانت بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش والله العظيم مخك ده كان فيه ايه وانت بتشوط الكوره دي. كفايه قفشه خلاص، كفايه خلاص والله العظيم. بص كفيت ووفيت، انت ما فيش عندك حاجه تقدمها خلاص للاهلي. لا في روح ولا في تعاون ولا في اداء ولا في اي حاجه خالص. انتوا بتعملوا ايه؟ والله العظيم مش عارفه ايه انتوا بتعملوا ايه. ده اسوأ جيل شفته في حياتي للنادي الاهلي. مفيش، انا مش شايفه حد قلبه على النادي، مش شايفه حد قلبه على التيشيرت اللي هو لابسه، ولا شايفه حد قلبه على المكسب. واحنا بنصعبها على نفسنا، والله العظيم بنصعبها على نفسنا. بيراميدز عنده 3 مؤجلات، والله بيراميدز لو كسب كل مؤجلاته انت كده خلاص بالسلامه. عمال بتصعبها على نفسك. انا مش فاهمه مدرب مين اللي يلاعب طاهر مهاجم وسايب جراديشار على الخط. ليه يا جماعه ليه؟ والله العظيم تشككني في نفسي. انا قلت الواد اتصاب قبل الماتش ولا ايه اللي حصل عشان منزل طاهر مكانه. ليه ضيعت منا شوط كامل ضيعته. اقسم بالله ده لما كابتن ايمن الكاشف النهارده وهو بيعلق على الماتش قال فينك يا علولو، انا حسيت عايزه اعيط والله حسيت عايزه اعيط. فينك يا علي معلول؟ فين علي معلول يا جماعه؟ اقسم بالله العظيم احنا من بعد علي معلول ما اتصاب واحنا اللعنه صايبه النادي كلها، والله العظيم بجد. فعلا مفيش ليه بديل لحد دلوقتي، وانا مش فاهمه والله لحد دلوقتي. يعني اكبر غلطه حصلت في تاريخ النادي ان علي معلول مشي. والله علي معلول والله لو بيلعب برجل واحده احسن من كل الفرقه اللي احنا شفناها النهارده دي، اللي مفيش عندهم روح ولا عندهم اي اصرار على مكسب. لا والمدرب طالع في المؤتمر الصحفي يقول لك انا اشعر بالاحباط ان احنا فقدنا نقطتين كان احنا ممكن نكسبهم، ولكن انا راضي على اداء ايه اللي انت راضي عنه؟ اداء ايه اللي حضرتك راضي عنه؟ حضرتك ده احنا كنا هيجي لنا شلل واحنا قاعدين. اداء ايه اللي انت راضي عنه؟ هو العيب في مين يا جماعه؟ هو العيب في لعيبه النادي الاهلي، ولا العيب في المدربين، ولا العيب فينا احنا، ولا في مين بالظبط؟ عشان احنا بجد زهقنا من الاخر كده. لو ما فيش وقفه حصلت مع اللعيبه دي والاداء ده اتحسن والدنيا دي اتظبطت، الماتش الجاي هيبقى اصعب مما تتخيلوا. المصري مش سهل، ده اول حاجه. تاني حاجه، السوبر ما تحلموش بيه، والله ما تحلموا بيه. انتوا ما تسافروش بقى لو هتفضلوا بالاداء ده، ما تسافروش. مش كل مره يتحرق دمنا، مش كل مره يبقى قاعدين بنتفرج على الماتش بعد ما كنا زمان بنتفرج على الاهلي عارفين وواثقين ان في لعيبه نازله هتاكل النجيله اكل كده وتجيب المكسب. انما احنا دلوقتي بقينا بنتفرج خايفين من الجون اللي هيخش فينا، متوقعين ان هيخش فينا جون في اي وقت. ليه وصلتونا للحاله دي؟ ليه القرف ده؟ كفايه كرهتونا في عيشتنا.